السلام عليكم، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة وسعادة. الفيديو اللي غادي نشوف معكم اليوم ولا الطبق اللي غادي نشارك معكم اليوم لي صلاد ولا الشلاضه اللي كيف ما كتشوفوا كتجي هماويه، كتجي لذيذه رائعه. حتى المكونات ديالها بساط، يعني موجودين في كل منزل. صراحه الله هاد الشلاضه تيحماقوا عليها كاع اللي ذاقها، يعني عندي تيحماقوا عليها وتتعجبهم. المهم هاد الطبق هذا راه غني بالفيتامينات. نتوما كتعرفوا الشلاضه فيها بزاف ديال الخضر وغنيه بالفيتامينات. حتى الوليدات الا كانوا ما تياكلوش ديك الخضره يمكن لك بحال هكا تقدميها لهم وغادي تعجبهم، لان حتى يعني التزيين ديالها كيكون غزال وتيعجب كاع الوليدات. يمكن لك تقدميها للضيوف ديالك. المهم بلا ما نطول عليكم، دوزوا المقادير والطريقه، تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخير. الاسرار اهم من الوصفه. كيف ما كتشوفوا عندي انا مكونات بساط موجودين يعني في كل منزل. اللي بالنسبه للخضرات تتبقى يعني على حسب اللي عندكم في المنزل. المهم غادي ندوزو للصلصه ولا لاصوص ديال المايونيز. غادي نخدم هنايا البيض، درت بيضه وحده ودرت معها معلقه كبيره ديال الخل، وتنضرب بحال هكا غير شويه. ضفت هنايا شويه ديال الملحه، راس معلقه صغير ديال البزار ولا الفلفل الاسود، راس معلقه صغير ديال البصله بودره، وراس معلقه صغير ديال البصله ديال الثومه بودره. الثومه بودره كتعطي واحد المذاق رائع وكتعطي واحد المذاق هائل وغزال بزاف. ضفت هنايا معلقه كبيره ديال لاصوص ديال ولا الصلصه ديال الصوجه، وتنضيف الزيت يعني تدريجيا. انا تنضيف الزيت وانا تنضرب. اللي ما عندوش هاد الميكسور بولونجو يمكن لكم ديروا غير في الخلاط الكهربائي. صافي غادي نبقى تنزيد بحال هكا، تنضيف الزيت وانا تنضرب، تنضيف الزيت وانا تنضرب حتى كيطلع ليا يعني كيولي كريمي. صافي بحال هكا انا بغيتها تكون يعني ثقيله، تكون كريميه. هنايا عندي الرز مسلوق، حتى الجلبانه حتى هي مسلوقه، خيزو محكوك، وكنضيف معاه لاصوص ولا الصلصه ديال المايونيز اللي طحنت قدامكم، وتنخلط بحال هكا. يعني سهله، شلاضه سهله، يعني سهله كما تيقولوا سهله مهله. صافي كنخلط مزيان حتى كيندمج هاد المكونات مع بعضياتها. انا اختاريت هذا المول هذا، لبست ليه البلاستيك غذائي. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال اي نوع عندكم، يمكن لكم تحطوها غير بحال هكا. انا غير على حساب التصوير درت ليها بحال هكا باش كتجي زوينه، كتجي واحد المنظر زويون. كبيت واحد الكميه يعني نصف الكميه ديال الرز، وضفت مطيشه من الفوق ولا الطماطم من الفوق هكا، قطعها دريرجات، يعني درجات رقاقين ماشي غلاضين كيف ما كتشوفوا. هذيك الفلفله انا دايره معسلاها، طيبتها في شويتها في الفران هي والطماطم ولا مطيشه كيف ما كتشوفوا. عرفتي مرقدها في الزيت كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف. يعني فاش كندخلها الفران كندهنها بالزيت العود
وكندير ليها شويه ديال الملحه وكنشويها، وفاش كنخرجها كنقشرها ونحيد ليها الزريعه ديالها ونديرها في سميتو في واحد السبيره ولا المهم في شي طاسه، وندير عليها زيت العود وندخلها للثلاجه. عرفتي كتبقى مده ديال 3 ايام حتى 4 ايام، عرفتي غزاله زوينه كتجي لذيذه بزاف. حتى مطيشه هكاك نفس سميتو اللي درت الفلفله درتو حتى المطيشه. كما قلت لكم هنايا ضفت المايز، ضفت اتون ولا الثوم ديال الزيت، وتنضيف ديك الفليفله اللي قلت لكم عسلتها، جات كتجي معسله كتجي غزاله ولذيذه بزاف. عرفتي غير الريحه ديالها ما شاء الله. تنفرج ديك الفليفله بحال هكاك. بغيتو ديروها حتى الفلفله خضراء يمكن لكم ديروا الفلفله خضراء. صافي كنضيف طماطم ولا مطيشه حتى هي معسله غير بالملحه كيف ما كتشوفوا. راه زيت العود عرفتي واحد الريحه عاطيه غزاله، وكنضيف حتى واحد شويه ديال زيت العود، ديك الزويته ديال الفلفله باش كتعطي واحد المذاق واحد اللذه ما شاء الله. وتنضيف شويه ديال الصلصه ديال المايونيز من الفوق، وكنضيف الكميه الثانيه ديال الخيزو والروز والجلبانه. نتوما اختاروا اي نوع ديال الخضره كتعجبكم يمكن لكم ديروها. وتنبقى نقادها مزيان، راه ما غاديش تلصق الا درتو ليها بحال هكا، درتو ليها هاد البلاستيك الغذائي راه ما غاديش تلصق لكم. صافي فهاد الصحن هذا غادي نقلبها كيف ما كتشوفوا. من بعد ما قلبتها راه كتجي غزاله، عرفتي شوف على منظر غير هكا بحال هكا بلا ما تزينوها ولا تزيدوا شي حاجه اخرى، ديروها غير بحال هكا راه كتجي غزاله ما شاء الله. بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، كل واحد وكيفاش كيعجبو يزين. زينوا باش ما كان اللي عندكم في المنزل ديالكم تزينوا به. انا زينت هنايا بورقه ديال الخس وشويه ديال لافوكا صايبتها. دابا ان شاء الله نشارك معكم هاد الصلصه هذه ديال لافوكا وحبيبات ديال الزيتون، وكيجي الطبق رائع ولذيذ بزاف، ونتمنى يعجبكم اولا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لي اللايك والتعليق ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.